جولة ميدانية لقيادة الجيش السوري الحر في عدة محافظات سورية، متخطين مواقع وحواجز الجيش النظامي من خلال معرفتهم بطبيعة وجغرافية مناطقهم. انتهت الجولة في ريف اللاذقية، والهدف هو دعم الخطط الدفاعية وتدقيقها ومعالجة المشكلات التي تواجه وحدات الجيش. مشكلات كثيرة تبدأ بنقص السلاح والعتاد ولا تنتهي عند سوء التنسيق والتنظيم. هناك توجد مشكلة حول السيطرة على هذه الوحدات. نقوم الآن بتنظيم تلك الوحدات وإيجاد الطرق المناسبة لربط هذه المجموعات والكتائب. نحن ضباط وصف ضباط وجنود وثوار اللاذقية الحرة. لواء أحرار الساحل، أول لواء في مدن الساحل السوري يعلن الجيش الحر عن تشكيله، هو إحدى ثمرات السعي لرفع مستوى التنسيق، وإن جاء متأخرا بسبب ما يسمى هنا تعقيدات مناطق الساحل السوري، وهو ما استوجب على ما يبدو إرسال رسائل طمأنة. نحن نطمئن كل الناس في الساحل بغض النظر عن انتماءاتهم، نطمئن كل الناس نحن أهدافنا محصورة في العصابات الأسدية المجرمة فقط. احباص نفس وعصور زنادك تطلع طلقه باذن الله اصابه. الاستعدادات وتأهيل المنتسبين الجدد إلى الجيش الحر تستمر على قدم وساق، فلا ثقة لدى الثوار هنا بالمجتمع الدولي ولا بخطة عنان، وإن أكدت المجموعات المقاتلة على التزامها التام بوقف إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس. الهدنة عبارة أنه عم يعطوه مهلة أكبر، كل ما بيمدوا الهدنة بيمدوا الفترة وبيعطوه مهلة أكبر، يعني كانوا عم يعطوه انه الضوء الاخضر، هالشعب هذا ما في داعي، ما بدنا اياه، عمول بدك اياه. كلمات هؤلاء الثوار قد تدل على فقدان الثقة في الأخوة أيضا، وقد تندرج في إطار العتب على قدر العشم. علينا بالرصاص أعداء الإنسانية، خافوا الله يا عرب خذلتونا. هم في الأصل إما جنود نظاميون أو متظاهرون سلميون يحلمون بوطن حر تحفظ فيه كرامتهم، لكن ظلم وتجبر النظام أجبرهم على حمل السلاح. عبر لا في الجزيرة، ريف اللاذقية.